سوريا هو تجديد للعهد على أن مسيرة المرأة الحرة ماضية بإصرار، وأن قوة المجتمع تكمن في ريادة النساء وتكاتفهن. منذ انطلاقة ثورة الحرية في شمال وشرق سوريا أثبتت المرأة أنها لم تكن مجرد مشاركة، بل كانت في طليعة الحركة الثورية، حاملة قيم التضحية والمسؤولية، وفاعلة في صياغة مشروع ديمقراطي يقوم على العدالة والمساواة. واليوم تثبت نساء قوى الأمن الداخلي المرأة أن الدفاع عن المجتمع وحمايته لا ينفصل عن بناء نظام أخلاقي وإنساني، حيث تتحول المرأة إلى موقع القيادة والتنظيم والمبادرة. لقد كانت قوى الأمن الداخلي المرأة كان لها دور حاسم في ترسيخ الأمن المجتمعي وحماية مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا والتصدي لكافة أشكال الجريمة والإرهاب، وهن في ذلك جسدنا المعنى الحقيقي لشعار حماية المجتمع مسؤولية مشتركة. وما يميز هذه التجربة هو أنها لم تقتصر على الحماية العسكرية والأمنية فحسب، بل شملت أيضاً نشر ثقافة السلام والوعي والعمل بروح من المسؤولية الأخلاقية تجاه كل فرد في المجتمع. ونحن في هذه المناسبة نستذكر بكل إجلال أرواح الشهيدات اللواتي رفعن راية الحرية وسرنا على درب المقاومة حتى قدمنا أغلى ما يملك، فصرنا منارات تضيء الطريق أمام الأجيال القادمة ورموزاً لإرادة المرأة التي لا تنكسر. إن اعتماد نظام الرئاسة المشتركة وإشراك المرأة في كل مفاصل الإدارة والمجتمع هو دليل واضح على أن مشروعنا السياسي والاجتماعي يضع المساواة الحقيقية أساساً لسوريا ديمقراطية تعددية. أن هذه الخطوات ليست مجرد إنجازات، بل هي تحول تاريخي في مسار تحرر المرأة والمجتمع، ويجب صونها والدفاع عنها ضد كل محاولات التراجع أو التشويه. في ظل التحديات التي تمر بها سوريا والمنطقة، تزداد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تصعيد نضال المرأة وتوسيع دورها في مجالات السياسة، الدفاع، الأمن والثقافة. مرة أخرى نبارك لكن انعقاد هذا الكونفرنس، ونؤكد دعم الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا لكل جهد يسهم في تعزيز تنظيم المرأة الحرة وترسيخ موقعها الطليعي في الدفاع والبناء. إن نجاحكن هو نجاح لمجتمعنا بأسره وخطوة إضافية نحو سوريا ديمقراطية حرة تعددية تقوم على المساواة والعدالة. المجد للشهيدات، النصر لنضال المرأة الحرة.